بس مش مرعب يعني شويه؟ لا مش مرعب، لانه دائما يقولوا انه كان في تصريحات للسيد مصطفى الفقي قال انه رئيس مصر لازم توافق عليه امريكا واسرائيل، وده الكلام ده انا ما يشرفنيش اكون رئيس بموافقه امريكا واسرائيل. انا يشرفني ان اكون رئيس باراده ربنا وشعبنا فقط. وهقطع الغاز عن اسرائيل، وهرفع الحصار عن غزه، وهدعم المقاومه، واللي بيروح لغزه في الانفاق هيروح لها من فوق السطح قدام كل العالم عبر معابرنا تحت سياده وطنيه مصريه كامله. لان مصر كامب ديفيد اللي انا عمري ما وافقت عليها، ما بقولش للمصريين انتخبوني عشان اقطع كامب ديفيد وندخل حرب وادعو الى حرب. انا لست من دعاة حرب ولا اريد ان استدرج لحرب. ليه؟ لان الحرب الاوجب واجب الوقت في مصر الان هو الحرب ضد الفقر والبطالة والفساد والعنوسة وانهيار الخدمات الصحية ومستوى التعليم. اما ننقذ مصر مما هي فيه من فقر ونبني دولة وطنية حديثة بتعبر عن هويتها ومنفتحة على العصر وقوية بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية وسياسة خارجية تصون مصالحنا، ساعتها يبقى الإجابة عن سؤال الحرب مع أي طرف خارجي يمكن أن يكون إجابة جادة. لأن لا حرب بدون وأعدوا لهم، لابد أن نعد الآن. ومش بنعد بغرض أن نخوض حربا، بغرض أن نصون حقا وكرامة المصري. وإحنا أما نيجي نقول طيب إحنا مش هنخش حرب وكامب ديفيد مش لازم تلغى، أنا ضد كامب ديفيد، لكن مش هاجي رئيس جمهورية عشان أفرض تصوراتي على الشعب. ده أمر يحتاج نقاش شعبي ومع مؤسسات ديمقراطية منتخبة. لكن هي كامب ديفيد مجرد نصوص، كامب ديفيد روح كمان. وزي ما تكتفنا بالنصوص، روح كامب ديفيد كتمت على نفس مصر. ازاي؟ بقى كل حاكم او الحاكم الذي خلعناه نفسه يرضي اسرائيل عشان يضمن كرسيه ويورثه لابنه. فهانت عليه مصر وتطوع بخدمات للصهاينه مش منصوص عليها في كامب ديفيد. الغاز الطبيعي مش موجود في كامب ديفيد ولا له معاهده، والغاز الطبيعي باقل من الاسعار العالميه. يعني الموضوع ما عندوش اي هو المفارقه ان ستات البيوت اهالينا دلوقتي مش لاقيين انبوبه البوتاجاز، واحنا بندي الغاز الطبيعي برخص التراب لعدونا عشان يقتل اخواتنا بيه. والغاز الطبيعي ما وصلش سينا. السيد حمدين صباحي يعني بيوصل لاسرائيل وما وصلش سينا. يعني هنصحح هذه الاخطاء. الحاجات الناجمه عن روح كامب ديفيد المذله لمصر لابد فورا ان يكون في موقف منها. نحن لا نريد الحرب لكن لا نقبل المهانه. تمام. فخلونا نحقق مصالحنا. والناس اللي خايفه من احنا لو قطعنا عن اسرائيل الغاز هتقوم حرب، انا بقول لهم اسرائيل ما هياش وحش اسطوري. اسرائيل حزب الله هزمها والمقاومه الفلسطينيه بتتصدى لها، ولا تستطيع ان تخوض حربا ضد مصر. واذا كانت تريد حربا فكل المصريين يعرفوا قيمه بلدهم وقيمه كرامتهم بالتاكيد. ومش محتاجين نقعد نخوف نفسنا كل شويه من بعبع، من اي بعبع، لا اسرائيل ولا امريكا ولا غيرها. بما اننا لا نطلب حربا وعاوزين نبني بلدنا وبناخد حقوقنا وعارفين ندير علاقاتنا وفق مفاتيح كتير متاحه لنا في القانون الدولي وبكل اساليب القوه الصلبه والناعمه وما اكثرها لدى مصر. لكن احنا سلمنا كروتنا وقلنا 99% من اوراق اللعبه في ايد امريكا. عاوزين اوراق اللعبه ترجع في ايدينا، تبقى في ايدينا. طيب. وساعتها ننمي بلدنا ونحفظ كرامتنا. خلينا نرجع تاني للداخل. احنا اتكلمنا شويه عن الشأن الخارجي السيد حمدين صباحي. وضع المرأة، وضع الطفل، وضع التعليم في مصر، الصحة، دي حاجات بتهم المواطن المصري. صحيح. وربما احنا عندنا استطلاع للرأي اجريناه في الشارع، الناس عايزين ايه من الرئيس